فطوركم ولا صحة سحوركم وقت ما راكم تشوفوا في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. اليوم سنحط رحالنا في بلاد الرافدين، وين حنتكلموا على أحد أشهر علمائها اللي اختص في مجال الكيمياء وعدة مجالات. سنتعرف على عالمنا اليوم ولكن بعد الفاصل. تحضر معنا اليوم رميسة باش تعرفنا على العالم تاعنا. إذن هو يعقوب بن إسحاق الكندي، ولد سنة 185 هجري بالكوفة، حيث كان أبوه أميرا هناك. برز في عدة مجالات كالكيمياء، الفيزياء، الفلك، الطب وحتى علم النفس، وكان أيضا موسيقيا بارعا. شكرا ميسا على المعلومات، ونروحوا دوكا باش نشوفوا أهم إنجازات العالم تاعنا في الكيمياء مع سليم. يعقوب بن إسحاق الكندي من أقلية العلماء العرب الذين استطاعوا المزج بين العلوم الإنسانية والطبيعية في آن واحد. من العلوم التي برز فيها علم صناعة العطور، والتي كانت بالاشتراك مع العالم جابر بن حيان، أين كانت طريقته الأساسية لصناعة العطور هي تقطير مختلف النباتات والحصول على زيوت الأساسية. ومن أعماله أيضا نفيه لقضية الحصول على معادن الغالية مثل الذهب والفضة انطلاقا من المعادن الخسيسة. ومن أهم مؤلفاته مؤلف الكندي في الكيمياء، ورسالة في كيمياء العطر، ورسالة في العطور وأنواعها، ورسالة في تنبيهه على خدع الكيميائيين. يعطيكم صحة نسرين وسليمان على المعلومات القيمة على العالم تاعنا. جيسبر تكونوا استفدتوا من الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم، نتلاقاو في الحلقة الجاية. صحة فطوركم.